عمرك سمعت قبل كده حد بيقولك أنا ما حلتيش اللضا؟ الكلمة دي ليها أصل فعلا. طريقه طلعنا بالدكه دي وهي دكه بعقل ولا بين لها اخر. ادينا فوق في الحال ده اكتر من شهرين. انا ما بقتش احتكم على مليمه وعند اللضا عملة من النحاس الأحمر، كان بيتم صكها في بداية عصر الدولة الإسلامية في مصر. مكتوب عليها عبارة الله ضامن، وكان بيتم توزيعها على الفقراء من قبل بيت المال. وعندما يذهب الشخص الفقير لشراء احتياجاته من أي دكان، يطلب منه التاجر نقود نظير البضاعة، فيكون الرد كالتالي: ما معيش إلا اللضا. وبالفعل يأخذ منه التاجر اللضا ويذهب بها إلى بيت المال ويستبدلها بالنقود. وده كان نوع من التكافل والرعاية للمحتاجين داخل المجتمع. ومع الأيام تحرفت الكلمة من الله ضامن إلى اللضا، وبالطبع انقرضت هذه العملة ولم يعد لها وجود، لكن بقي المعنى الذي وراءها والذي يستعمله الناس حتى وقتنا الحالي: ما معيش اللضا. ودي كانت معلومة على الماشي حبينا نقولها لكم. رجاء لا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.